الطعام بواقي زيت السمك بشتري الكيلو ب30 جنيه. ركزي يا ست البيت. انتشر في الفترة الأخيرة ناس كتير بتشتري الزيت المستعمل، بنلاقيه بيلف في الشارع بيقول بواقي زيت السمك بواقي زيت الطعام، بيشتري الكيلو ب30 جنيه. طبعا يعني سعر مغري لكل ست بيت، والناس كلها بتسأل عايزين يعرفوا الزيت ده بيروح فين. كانوا سألوا قبل كده الناس اللي بتبيع الزيت ده، فمنهم من قال ان هو بيتم تصنيعه بصابون وبيعملوا بيه حاجات تانية وبيتعمل منه بقى شحوم وحاجات من كده. النهارده يا جماعة في طنطا وزارة التموين ضبطت أطنان كتيرة من الزيت المستعمل بمصنع غير مرخص. مصنع غير مرخص تم ضبط 20 طن من الزيوت المستعملة بغرض إعادة تدويرها وطرحها بالأسواق ويبيعوها. يجيب لك بقى فشل كلوي، يجيب لك معرفش ايه. بيتم إعادة تدوير الزيت ده بمادة اسمها الدياتوميد. مادة الدياتوميد دي بتستخدم في صناعة الرخام والبلاستيك. خبر اسود. الناس كلها بتسأل الزيت ده بيعملوا بيه صابون. يعني من ضمن الناس واحدة ست بتقول ده بيصنعوا بيه صابون. مستحيل يصنعوا بيه صابون. ضبط أطنان كبيرة يا جماعة، مصنع غير مرخص فيه 20 طن زيت مستعمل، زيت وسخ، بيحطوا عليه مادة الدياتوميد يرجع أبيض تاني ينطرح في الأسواق زي ما بنشوف. جيلنا بقى فشل كلوي، جيلنا بقى معرفش أمراض، التهابات معدة، يتباع بقى للمطاعم ما تعرفش بيتباع ازاي. النهارده كارثه كارثه الناس اللي هم بيلفوا بيشتروا بواقي زيت الطعام وبواقي زيت السمك ده. كل ست بيت حذري يا ست البيت، خلي بالك تفرحيش ان عندك كيلو ولا 2 بتبيعيهم 30 60 جنيه. مش هيعملوا لك اي حاجه، لكن انت بتضر ناس كتير. ناس كتير بتنضر عشان خاطر الموضوع ده. زيت مستعمل بياخدوه بيعاد تدويره مره تانية وينطرح في الاسواق ويتعبى في ازايز ويتباع بقى في جراكن بقى للمطاعم، وسيادتك تاكل طعميه ويا محلانا كلنا بنحب الطعميه والفطار فول وطعميه. النهارده يا جماعه معظم الفول والطعميه انا باكلهم عن نفسي، يعني بيجي لي حرقان كده وحموضه في بطني بسبب ان الحاجات دي مش مضمونه، محدش ضامن الزيت ده مصدره ايه. الموضوع ده سبب صدمه لناس كتير. النهارده احنا عايزين نعرف مين المسبب في الكارثه دي. كارثه كارثه كلنا ممكن تهددنا كلنا، بتهدد حياتنا وارواحنا وارواح ولادنا واطفالنا وكل الناس. مفروض ده يعني اللي الناس دي تتعاقبوا باشد العقاب، يتنفذ عليهم حكم رادع يعني اشد العقوبه عشان ما حدش يفكر يبيع زيت مستعمل تاني للمواطنين. زيت وسخ للمواطنين يجيب لهم بقى امراض وفشل كلوي. مستعمل بقى دي كانت قاليه زيت وده كانت قاليه معرفش ايه، وستات البيوت فرحانين وبيبيعوا. يقول لك بيت وكل واحده محوشه في بيتها في المطبخ، تبص تلاقي يعني 10 كيلو ولا حاجه واحده مجمعاهم بقى زيت سمك بقى على زيت معرفش ايه، زيت مدلوق على الارض ماشي، وانت فاكر ان سيادتك ان هم بيعملوا بيه زيت وصابون ومعرفش ايه. لا يا بيه، ده بيعاد تدويره في ازايز وينزل الاسواق وانت وانا وكل الناس بتشتريه. انت واخد بالك؟ ضبط 20 طن، ضبط معرفش ايه. رجعنا يا جماعه اي حد يسمع حد في الشارع بينده بواقي زيت السمك بواقي زيت الطعام، انزل امسك في الراجل ده وقول له انت بتبيع الزيت ده لمين؟ قول له وريني المصدر اللي انت بتبيع الزيت ده، انت تبع مين؟ لصالح مين انت بالزيت اللي انت بتبيعه ده؟ واعرف منه كل حاجة، وحاول يعني لو عرفت توصل للمصدر نفسه وشوف مصدر الزيت ده بيروح فين ومين بيشتري الزيت ده. مستحيل يكون بيتعمل بيه صابون، يعني مش هنسيب شركة الزيوت والصابون ويجي هم معلش يعملوا صابون منزلي والكلام اللي هم بيضحكوا عليه بالناس الأمهات دي في البيوت. حبيت انوه بس عشان ناس كتير حبت تسأل يعني موضوع الزيت ده بيعملوا بيه ايه، وناس كتير كانت في مفهوم غلط يا جماعة، ان في ناس كتير بتقول لك ده الزيت ده بص قدام حضراتكم فيديو هنسمع الراجل ده الزيت بعد تكريره. على دي عينات الزيوت اللي كان بيعرضها للعملاء واحنا داخلين مخزن الفول. دي طبعا الزيت بعد ما اتكرر، بعد الزيت بعد تكريره، ودي عينات. والله كارثه يا جماعه، كارثه، وانا مش مصدق اللي بيحصل ده. 20 طن يا جماعه في مصنع غير مرخص وبيبيع الزيت ده للمواطنين، اعاده تدويره مره تانية بماده الدياتوميد، بتعبيها في شكاير، يعني ماده بيتعمل بها جرانيت رخام وبلاستيك وكلام من ده، متعبيها في شكاير تحط في زيت اكل واحنا ناكله مره تانية
ويرجع لك انت، يبقى انت اللي بايعاه، وهيرجع لك مره تانية وهتاكلي انت منه وهتاذي نفسك يبقى احنا اللي بنجيبه نفسنا. نرجع نقول لانتشار الامراض وانتشار الفيروسات وليه ما اعرفش ايه، وفشل الكلوي، واللي عنده حصوه واللي عنده المراره، والناس كتير بتاعيه واللي مش. يا جماعه احنا السبب، بيبقى انت السبب. انت فرحت ب 30 جنيه رحت بعت الواحد ورجع لك الزيت تاني في ازازه متعبيه، واشتريت الزيت وتعبتي، والسبب فيه هو انت. يا ريت كلنا نخلي بالنا من الموضوع ده. شارك الحلقه على اوسع نطاق، يعني يا ريت يا جماعه نحذر كل الناس. وري الفيديو ده لاي حد بيقول لك انا بعمل بالزيت ده صابون. كل ست بتفكر ان الناس دي بتعمل صابون. لا، بقول لك لا، الزيت ده بيعاد تدويره وبيتباع للمطاعم وبيتباع لحضرتك، وحضرتك تقلي بيه وتاكلي بودره، معلش، رخام وبودره حاجات بلاستيك تاكليها انت وولادك. وفي نهايه حلقتنا يا جماعه انا بشكركم.